خاضا حربا طويلة ضد بعضهما، والتوتر لا يزال قائما بينهما حتى اليوم. جدال على أحقية الصحراء الغربية، وقلق على الحدود لا يتوقف أبدا بين قوة الرباط وتغير السلطة في الجزائر. لا صراع علني بينهما، وتبقى التصريحات هي من تؤثر الأجواء. الجزائر والمغرب، مقارنة بين القوتين العربيتين، فلمن ستكون الغلبة؟ في تقريره السنوي أصدر موقع كلوب فاير باور المختص في الشؤون العسكرية الترتيب لأقوى الجيوش العربية لعام 2023، ووفق الترتيب احتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربياً خلف كل من مصر والسعودية، واحتلت المرتبة 27 عالمياً لتكون بذلك من بين أقوى الجيوش العربية. أما المغرب فاحتل المرتبة 5 عربياً، إذ سبقه الجيش الإماراتي بمرتبة. وعلى مستوى الترتيب العالمي فجاء بعيداً نوعاً ما عن الجزائر، فوضع في المرتبة 53 عالمياً، ورغم عدم تغير مواقع الدولتين في الترتيب العربي، لكن القوة العسكرية قد تكون اختلفت كثيراً عن السابق، خصوصاً في ظل التطور العسكري الذي يشهده العالم وتعيشه المنطقة العربية تحديداً في آخر السنوات. والآن إليك مقارنة مفصلة بين القوتين العربيتين. القوة البشرية: من حيث تعداد السكان تتفوق الجزائر على المغرب بشكل ملحوظ، حيث يصل تعداد السكان في الجزائر لأكثر من 42 مليون نسمة، فيما يبلغ تعداد سكان المملكة المغربية أكثر من 35 مليون نسمة. أما عن القوى العاملة المتاحة في البلدين، فلدى الجزائر أكثر من 200 ألف فرد، فيما يملك المغرب ما يقارب 170 ألف فرد. لكن في الجنود الفاعلين يتفوق المغرب على الجزائر، حيث تملك الجزائر 130 ألف جندي فعال، فيما لدى المغرب 310 آلاف جندي فعال. أما من ناحية جنود الاحتياط في الدولتين فيتساوى الطرفان فيها، حيث تملك الجزائر 150 ألف جندي احتياط، وبذات العدد يقدر المغرب جنوده الاحتياطيين في الجيش. وبهذا تكون المعادلة متساوية نوعاً ما بين الطرفين في إجمالي القوة البشرية. ولكن ماذا عن ميزانية كل من البلدين؟ قدرت ميزانية الجزائر الدفاعية عام 2024 بما يقارب 22 مليار دولار أمريكي. أما المغرب فكانت ميزانيته أقل من ذلك بكثير، حيث قدرت ب13 مليارات دولار أمريكي. القوة الجوية: تملك القوة الجوية الجزائرية مجموعة طائرات بلغ عددها 551 طائرة، في حين تملك المملكة المغربية مجموعة طائرات بلغ عددها 249 طائرة، من بينها طائرات مقاتلة. تملك الجزائر منها 91 طائرة، ويملك المغرب 83 طائرة. وطائرات الهجوم الأرضية لدى الجزائر 22 منها، فيما يفتقد المغرب لذلك النوع من الطائرات، فيما تتفوق الجزائر على المغرب بطائرات النقل، حيث تملك الجزائر 60 طائرة، ويملك المغرب 29 طائرة. وتتفوق الجزائر مرة أخرى في طائرات التدريب، حيث لديها 87 طائرة تدريب، في حين تملك الرباط 67 طائرة.
أما عن طائرات المهام الخاصة فلدى الجزائر 9 منها، فيما تملك الرباط 4 طائرات. ومن ناحية المروحيات فبحوزة الجزائر 268 طائرة، ولدى المغرب 64 طائرة. ويضاف لذلك الطائرات الهجومية، حيث لدى الجزائر 45، فيما لا تملك الرباط أي طائرة من هذا النوع. وفي المجموع تتفوق الجزائر بفارق المئات من الطائرات. القوة البرية. نبدأ بالدبابات القتالية. تملك الجزائر 2024 دبابة، ويملك المغرب 3033 دبابة. ثانياً، المركبات المدرعة، فلدى الجيش الجزائري 7000 مدرعة، أما الجيش المغربي فلديه 8000 مدرعة. وعن المدافع ذاتية الدفع فلدى الجزائر 324 مدفعاً، ولدى المغرب 510 مدافع. ومن ناحية المدفعية الميدانية فبحوزة الجيش الجزائري 396 مدفعية، ويملك الجيش المغربي 156 مدفعية. وأخيراً، قواعد إطلاق الصواريخ. لدى الجزائر 201 منظومة بأنواع مختلفة، في حين تملك الرباط 144 منظومة فقط. القوة البحرية. لدى الدولتين أسطول بحري ليس بالأقوى في المنطقة، لكنه يعتبر جيداً مقابل بعض الدول، حيث تملك الجزائر 201 قطعة بحرية، في حين تملك الرباط 121 قطعة فقط. من بين هذا الأسطول الغواصات، والتي تملك الجزائر 8 منها، في حين لا يملك المغرب أي غواصة. أما الفرقاطات فلدى الجيش الجزائري 8، ولدى الجيش المغربي 6. ومن ناحية السفن القتالية تملك الجزائر 10 منها، ولدى المغرب 1 فقط. يضاف للأسطول الزوارق الدورية التي لدى الجزائر 68 منها، ولدى المغرب 22، بالإضافة إلى السفن المضادة للألغام التي تملك الجزائر 2 منها، فيما يفتقد المغرب لذلك النوع. وتنتهي بذلك القوة البحرية للطرفين. وبالانتقال إلى الخدمات اللوجستية، فتتفوق الجزائر بعدد المطارات، حيث لديها 149 مطاراً، ولدى المغرب 55 مطاراً. أما عن الموانئ والمنافذ البحرية فلدى الجزائر 12، ولدى المغرب 7. وفي النهاية تتفوق الجزائر في عدة نقاط، منها القوة الجوية والبحرية، بالإضافة للخدمات اللوجستية مثل المطارات والموانئ. يضاف لها خزانها البشري الجيد وميزانيتها الضخمة التي تصل لضعف ميزانية المغرب. ورغم ذلك يستمر التطوير في الدولتين، حيث تجلب الآن المغرب أحدث الطائرات القتالية من أمريكا وفرنسا وتركيا وغيرها. وفي ذات الوقت تسعى الجزائر لتطوير قوتها أكثر، ما يعني أن الترتيب القادم يحمل لنا الكثير من المفاجآت. فأين سيكون ترتيب الدولتين في العام القادم برأيك؟ إذا أعجبك الفيديو اقترح علينا مقارنات جديدة لتشاهدها قريباً.